السلام عليكم. ازيكم يا امارات؟ عايزين نعمل بقى الكيكه النهارده التحفه دي، الهشه جدا طريه. بصوا ازاي، ولا مكتومه ولا كلام من ده، وفاتحه من جوه ومستويه مظبوطه على الشعره، على الشعره، وبمقادير حلوه جدا. طبعا فطار في عشاء بقى جنب كوبايه شاي، 100 فل وعشرة. يلا نقول بسم الله ونشوف مقاديرها. تمام، يلا هاتي كده الخلاط وهنبتدي نضيف. عندي كوبايتين من اللبن، كوبايتين لبن عليهم كوبايتين من السكر كده في الخلاط. وهضيف كمان 5 حبات من البيض، 5 حبات من البيض. محدش يقول لي كتير، محدش يقول حكايه بيضه واحده دي والنبي في الكيكه. ما تحسسناش ان احنا بناكل عيش، يعني هو مش عيش يا جماعه، ده كيك. يعني هو فيه كل المواد الغذائيه يعتبر يعني. انا عارفه الحاجه غاليه، ربنا يعينيك كل يا رب، بس ايه، هو هيبقى جنب كوبايه شاي في الفطار مثلا، يعني انت احسبيها هتلاقيها هي نفس التكلفه. يبقى نحط 5 حبات من البيض، قلنا كوبايتين لبن كوبايتين سكر. 5 حبات من البيض. حطيت البيض يبقى لازم نضيف فانيليا، ويا ريت تكون فانيليا سايله، بس انا ما لقيتش بصراحه ساعتها. الفانيليا السايله بتدي ريحه حلوه جدا في الكيك. وهمسك الخليط ده بقى اضربه كله في الخلاط لغايه ما اللون ده يفتح، تحس ان هو مايل للابيض شويه. تمام. هضيف ايه بقى بعديها؟ هضرب كده لمده الاول لمده من دقيقه، دقيقه دقيقتين، لغايه الخليط ده ما فتح اهوت معايا. طب في خلاص كده؟ لا اكيد لا، لسه يعني لسه بقيه المواد السايله. وانا بقى هنا بضيف زيت، ما بضيفش ما بعملش بسمنه، بعمل الكيك بزيت. دي كوبايه الا ربع من الزيت، زيت ذره، مش زيت تموين. وادي كده الخليط بتاعي، بصوا تحس انه بقى ابيض خالص. انا هضرب بالزيت ده مفيش ثانيه، دوبك المواد بس ايه تختلط ببعضها، بس كده. نبتدي بقى نضيف الدقيق، وهي كوبايه واحده. لو لاحظت انا كل المقادير ضفتها بكوبايه واحده، ما قلتش بالميزان. اغلبنا مفيش في ميزان في البيت عنده، هنضيف بالكوبايه. يبقى كل مقاديرنا بكوبايه واحده. في مصفى كده او منخل عندك، وبتدي تدخلي الدقيق. لازم تدخليه، لان الهواء اللي بيخش في الدقيق ده بيفرق جدا في هشاشة الكيك جدا. هضيف اول حاجة كوبايتين، ده مش كمية الدقيق كلها بس انا لسه بقولك يعني. هضيف كوبايتين من الدقيق، وكوباية واحدة يا بنات، كوباية واحدة اللي هتعايري بيها كل المقادير، اللبن والسكر والدقيق والزيت كله. طب اعيد لكم المقادير من الاول. كوبايتين لبن، كوبايتين من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، و5 حبات من البيض. ده كيك شيف، كيس كله هضيفه. ورشة ملح، ورشة ملح يعني رشة كده على صوابعك كده، يعني مش معلقة، تبقى رشة. وهبتدي اخلط المكونات دي كده بالراحة عشان ما اخرجش الهواء بقى اللي انا دخلته. بالراحة كده واخلطها. دي كمية دي كلها؟ لا مش كلها، انا لسه في تاني هضيفه. هضيف تاني كوبايتين تاني. يبقى مقادير الكيك ايه؟ احفظيها بقى كده عندك. 4 كوبايات دقيق، كوبايتين لبن، كوبايتين سكر، كوباية الا ربع من الزيت، 5 حبات من البيض، كيسين فانيليا او معلقة فانيليا سايلة، ولو دي الافضل يعني، وكيس من الكيك شيف او البيكنج باودر. عندي بقى صينية ألمونيا، اي قالب حطي فيه. دي مقاس 30، يبقى الكمية دي هتحط في صينية مقاس 30، دي اكبر مقاس على فكرة في الصواني. وافضل حاجة انك تعملي الكيك في صينية ألمونيا. انا كنت قلت لكم الموضوع ده قبل كده، كنت عاملة في قالب جرانيت، بس هو افضل حاجة الألمونيا. ودي بصوا انتوا شايفين قوام الكيك، هو ده. انا مش عايزاه تقيله، لا هو ده. وبعد ما اخلص كده اخبطها خبطتين كده عندك، وحطيها في فرن درجه حراره كام؟ 170 ل 180 على حسب الفرن بتاعك. هتقعد نص ساعه، اوعي تفتحي عليها قبل النص ساعه. نص ساعه تحطي السكينه او الخله عندك في النص كده، طلعت نضيفه من النص مش على الحرف، تبقى بيت فل.
بس ما ولا هبطت من ناحية ولا اي حاجة ولا مكتومة. تحفة تحفة فعلا يعني، ومستوية وطرية جدا، بس مش بتتفرول اكيد يعني. بصوا عاملة ازاي يا جماعة، بصوا انا اقطع لكم حتة. بصوا عاملة ازاي، طرية جدا جدا جدا، وطعمها مظبوط بالشعرة. امشي على مقاديري وعلى الحاجة اللي قلتلك عليها بالظبط، الخطوات دي هتطلع معاكي احلى كيكة. وزي ما قلت، في معلومة نسيت اقولها في الاول، اول ما تبدأي تعملي في الكيك شغلي الفرن، عشان لازم تحطي الكيك والفرن دافي. يبقى الفرن 170 180، ما تفتحيش عليها قبل نص ساعة تشوفيها استوت ولا لا. انا قعدت معايا 40 دقيقة بالظبط في الفرن. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتك. ولو عجبتك انزلي اعملي لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل، لو حابه يوصلك كل حاجه جديده انزلها. مع السلامه.